بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم معلومات عن السند الأمريكي، المحاضرة الرابعة من فترة من سنة 1975 إلى سنة 2011، ومما يسره الله لي من هذه الفئة 1975. ستة وسبعين. طبعا احنا شايفين هنا ان الكميات طبعا زادت، كانت الاول بالمليون، الوقت بقت بالبليون. طبعا كميات كبيرة جدا، ولكن هي عملة عالمية على مستوى العالم، وطبعا مطلوبة جدا، وهي فئة دنيا من هذه العملة. طبعا دي يعني سنة 80، 81، 81 دي 82، 82. دور السك المختلفة طبعا بالحروب، طبعا شيء صعب، والحصول عليه شيء مهم جدا ومكلف أيضا. جمع المجموعة شيء مش قليل بالمرة، مش بسيط. طبعا الكميات زي ما هو واضح زادت جدا. أيضا هي كميات مختلفة، بيكون حسب طبيعي دراسة لحاجة السوق العالمي. زي ما احنا قلنا ان العملة دي عملة عالمية، وهم بيحتفظوا جدا وبيعتزوا جدا بالعملة بتاعتهم. يعني احنا كنا ممكن نقول مثلا ان السنت، وهو فئة دنيا من العملة، يبطلوا يعملوا زي ما احنا مثلا بطلنا نعمل في مصر هنا المليم وكذا. احنا بنقول ايه؟ بنقول ان دي معادتش بتسك لانعدام قوتها الشرائية. لا، هما في امريكا عندهم نظام غير النظام خالص. الفئة لازم تفضل تسك حتى ولو كانت فئة صغيرة. طبعا حاجة جميلة جدا. هو مش شرط انها تكون فئة دنيا من العملة، ولكن هناك في حقي وحقك قوي. كل واحد بيطالب بحقه، حتى إن كانت فئة هي 1/100 من الدولار، ولكن كل واحد بياخد حقه مظبوط. شوف هنا الدولار 2009 دون فيه 2009 فيه دولار، فيه سنت تذكاري اهو كما هو موضح امام حضراتكم. لو معيش النضارة كنت شفت ايه الفئة التذكارية دي، عشان انا ناسي طبعا. الموضوع موضوع كبير جدا، موضوع ضخم، هو الواحد هيشيل في دماغه ايه ولا ايه. هو الموضوع جميل يعني، ضخم بس موضوع لذيذ.
دي لحد سنة 2010. دي اهي، دي 2011 دي، وهي دي نهاية ما يسره الله لي من العملة الأمريكية. طبعا أهيب بأي حد عنده حاجة نتبادل بيها نشتريها، مفيش أي مشكلة إن شاء الله رب العالمين. أرجو أكون وفقت في تقديم هذه المعلومات عن ربع دولار فئة السنت الأمريكي، الفئة اللي هي أصغر حاجة في العملة الأمريكية. أرجو أكون وفقت في تقديم المعلومات عن هذه الفئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى محاضرات أخرى إن شاء الله رب العالمين.